في خبر عاجل وصادم هز الشارع الجزائري. وفاة التيك توكر الجزائرية صابرينا داخل غرفتها في فرنسا يهز الجزائر ويشهر مواقع التواصل الاجتماعي. بس قبل ما تكمل الفيديو متنساش تعمل لايك واشترك في القناة لو ما كنتش مشترك. فخبر مؤلم هز مواقع التواصل الاجتماعي في الساعات اللي فاتت. أعلنت مصادر جزائرية عن وفاة التيك توكر صابرينا رحال داخل غرفتها في فرنسا في ظروف غامضة أثارت تساؤلات المتابعين داخل الجزائر وخارجها. صابرينا رحال الشابة الجزائرية التي تجاوز عدد متابعيها على منصة تيك توك أكثر من 600 ألف متابع، كانت من أبرز الوجوه التي تركت بصمة على مواقع التواصل الاجتماعي بفضل عفويتها وابتسامتها الدائمة ومحتواها الذي يجمع بين الكوميديا والرسائل الاجتماعية والإنسانية. وبحسب ما تم تداوله فقد تم العثور على صابرين داخل غرفتها في فرنسا في الساعات الأولى من صباح اليوم دون وجود أي علامات عنف أو شبهة جنائية، بينما تحدثت بعض الصفحات عن أن الوفاة ناتجة عن أزمة قلبية مفاجئة. اللافت أن صابرينا كانت ظهرت في آخر فيديو ليها قبل أيام معدودة وهي ترتدي الحجاب لأول مرة، وتحدثت عن التوبة وبدء صفحة جديدة في حياتها، مما جعل الكثيرين يعتبرون ذلك وداعا غير مباشر. الخبر أثار موجة من الحزن على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث عبر الآلاف من متابعيها في الجزائر والعالم العربي عن صدمتهم لرحلها المفاجئ، خصوصا بعد أن كشفت إحدى صديقاتها إنها تركت وراءها طفلة صغيرة. رحم الله صابرينا رحال وأسكنها فسيح جناته، وألهم ذويها ومحبيها الصبر والسلوان، وإنا لله وإنا إليه راجعون.